كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، وفي رواية حلق الذكر. في دقائق يحدثنا الأخ الفاضل الشيخ مدثر الصديق، شاب مناضل، عن عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي حمد ذاته بذاته، من حكمته البالغة أن جعل الشمس تجري على مدار، والليل يمضي مع النهار، والموج يطغى على البحار، والكل يوحي لمن تدبر. الله أكبر. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وكنزنا وزخرنا، الرسول يا فخرنا يا نجاتنا وزخرنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، السيد السند العظيم، ذو الغلب الرحيم والغدر الفخيم، عليه وعلى آله أزكى صلاة وأنمى تسليم. لئن ضاقت بك الأحوال يوما ولازمك الشجون مع النحيب، ولم ترى مخرجا مما اعتراك، وقد أمسيت في كرب عصيب، فواظب واجتهد لله ذكرا، وبالأسحار صل على الحبيب، فإن الله ذو الألطاف جل يمن عليك بالفرج الغريب. عليه صلوات ربي ما غنت مطوغة على غصن الرضيب، كذلك السلام عليه يزري بأعداد النجوم مع الكتيب. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، فكل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا ويعيد علينا هذه الذكرى المباركة، ونحن وبلادنا في أتم خير ونعمة وعافية. ولعل حديثنا عن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نناقشه في احتفالاتنا وفي مناسباتنا وفي ليالينا، وأن يوضع تحت الطاولة العلمية، وأن نقيم عليه الأدلة والبراهين والآيات والأحاديث الواضحة. حديثا عن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقسم الحديث باختصار لأنه تتعدد الفقرات عن 4 محاور. وقبل أن نخوض في هذه المحاور، لا بد أن نعلم هل التوسل من مسائل العقيدة أم من المسائل الفقهية، لأننا في هذا الزمان الأغبر، في هذا الزمان المعوج، نرمى بالتكفير وبالتفسيق وبالتبديع من أعداء الإسلام، الوهابية أو السلفية أو التلفية أو أنصار السنة وغيرهم، يكفرون أمة النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل هي من مسائل الفروع، هي من المسائل الفقهية التي تدور ما بين الحلال والحرام. وممن قال أن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل الفقهية شيخ هؤلاء محمد بن عبد الوهاب الهالك في كتابه الرسائل في الرسالة الثالثة، يقول هذا المبتدع وهذا المجسم: التوسل من مسائل الفقه لا ننكره، فمن أراد التوسل أن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبرا معينا يدعو عنده ولكنه لا يدعو إلا الله،
مخلصا له الدين، لأننا إخوة الإسلام نعلم أجمعين حتى عوام الناس أن المسائل العقدية تدور ما بين الكفر والإيمان، أما المسائل الفقهية تدور ما بين الحلال والحرام. لكن هو الزمان الأغبر، هو غلب الموازين، هو الجهل المركب، هو بيع الدين، هو اتباع الهوى، هو ما هو الجهل المركب. إنسان يأخذ مسائل فقهية ويضعها في ميزان العقيدة. إذن التوسل من مسائل الفقه، وهنالك قاعدة لا بد من نقضها. يأتي بعض الجهلة والوهابية يقول لك الله عز وجل ما محتاج إلى واسطة. نعم، الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة، لكن أنت العبد الضعيف الهزيل أنت الذي تحتاج إلى واسطة. والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله، بعد تقوى الله عز وجل بعد الإيمان لا بد من ابتغاء الوسيلة، والتوسل والاستعانة والتبرك والطلب هو تأتي بمعنى واحد. إذن التوسل موجود في كتاب الله، هو أمر قرآني. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بسيدنا رسول الله، لأنه عندنا عادة عند السودان وأهل السودان والمحبين والمعظمين، حتى إذا عسر أحدهم قال: يا رسول الله أو يا النبي أدركني، هل في ذلك ضير أو حرج؟ لا حرج عليه. أسوته في ذلك صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسوته في ذلك الآيات الصريحة والأحاديث الواضحة البينة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول حصل التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوده في عالم الأرواح، في عالم المثال. حصل التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبينا آدم عليه السلام، وهذا ما جاء في كتاب الله، وجاء في آيتين صريحتين: يا مدعي العمل بالكتاب، يا مدعي العمل بالسنة. هذا كتاب الله، هذا القرآن الحكيم حصل التوسل به، جاء التوسل به بسيدنا رسول الله في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها أبونا آدم قال علماء التفسير هي توسله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام الألوسي في كتابه روح المعاني. وتوسل أبونا آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وذكره الإمام السيوطي وغيرهم من علماء الحديث. فنقول للوهابية: إذا كان التوسل والاستغاثة بسيدنا رسول الله من مسائل العقيدة ومن المسائل الكفرية، هل العقيدة يجهلها أنبياء الله؟ هذا هو أبونا آدم، هو نبي الله، استغاث وتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد هذا الحديث أنه أبونا آدم لما اغترف الخطية وهو من باب سيئات الأبرار حسنات المغربين، حتى ابن العربي المالكي الشيخ الأكبر يقول: لو كنت في محل أبينا آدم لأكلت الشجرة بعروقها، لأنه يخرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو منهي في الظاهر مأمور في الباطن. أكله هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المغربين.
ماذا قال أبونا آدم؟ قال الله يا الله اللهم إني أسألك بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، كما ذكر ذلك البيهقي. فيقول الله عز وجل: كيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال: يا ربي لما خلقتني رفعت إلى رأسي إلى عرشك فإذا هو مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك. فقال الله عز وجل بحقه: أغد غفرت لك. شاهدنا في ذلك إخوة الإسلام يا أيها المحبين، احفظوا هذه العبارة: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. وكذلك حصل التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوده في عالم الأرواح من اليهود ماذا قال الله عنهم؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى يقول سيدنا عبد الله بن سلام وهو من أحبارهم يقول: والله إني لأعرف النبي أكثر من أبنائي، لأن أبنائي لا أدري ماذا فعلت أمهم بعدي. ماذا كان يقول اليهود؟ كانوا عندما يخوضون حرب من الحروب أو معركة من المعارك كانوا يقولون: اللهم بحق النبي الذي تبعثه آخر الزمان إلا نصرتنا على أعدائنا. فكانوا ينتصرون، وهذا ما جاء في كتاب الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال علماء التفسير: يستفتحون أي يتوسلون. إذن حصل التوسل بسيدنا رسول الله قبل وجوده في عالم الأرواح، وحصل التوسل به صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح بعد وجوده، بمعنى أن النبي موجود بين ظهراني الصحابة، توسلوا به إلى الله عز وجل. حديث الأعمى، الحديث الذي ذكره المبتدع المجسم ابن تيمية الحراني في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، حتى ذكر حديث الأعمى، الرجل الأعمى الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله قد شق علي وليس لي قائد. شكل النبي عليه الصلاة والسلام ذهاب بصره. هذا الحديث صححه حتى مدعي علم الحديث المندس بين المحدثين خائن الأمانة العلمية الألباني. ليس هو من أهل الحديث ولا من أهل العلم ولا من المحدثين، بل هو من المبتدعة. عندما ناظره مفتي الإسلام الشيخ البوطي عليه الرحمة وقال له: ائتيني بحديث واحد بالإسناد والعنعنة والسلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع الألباني وقال: أنا محدث كتب وليس محدث أسانيد. فهو دسيسة من اليهود. جزا الله الشيخ سعيد ممدوح وهو يخرج لنا هذا المؤلف تناقضات الألباني الواضحات. يضعف 100 حديث في صحيح مسلم، والبخاري يصحح الحديث في موضع ويضعفه في موضع، ويبدعه ويضعفه ويغربه ويوضعه في موضع آخر. فهو دسيسة من اليهود. فالحذر من الألباني، ليس هو من علماء الحديث. شاهدنا في ذلك أنه صحح حديث الأعمى الذي شكى ذهاب بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوسل به. فنقول للوهابية الجهلة التكفيريين خوارج هذا العصر:
بني أمية الجدد هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الشرك؟ حاشا، أن أتبع النبي أم الغبي يا أنصال السنة، يا أنصال السنة، يا أنصار الباسطة والحليب. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الشرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم الأعمى أن يتوسل به في حضرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: إيت الميضاء وتوضأ وقل اللهم إني أسألك. الوهابي يصير شبهة ينبغي أن نتنبه لها. المسألة ما مسألة الدعاء، إذا كان مسألة الدعاء لرفع النبي عليه الصلاة والسلام الأكف إلى الله عز وجل ودعا له، لكن علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوسل به، فقال: إيت الميضاء وتوسل وأدعو وصلي ركعتين وقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، ولكن نختصر ونأخذ هذا الدليل الواحد وهذا الحديث الواحد، والأحاديث كثيرة وهذا فيض من غيض. أيضا حصل التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله، وهذا ما جاء في كتاب الله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الجبيرين ويأتي العسيمين ويأتي السحمان والشيطان، وأسماء هي أسماء عظيمة، أسماء عظيمة. وحتى علماء الوهابية كلهم عور، أي عالم الوهابي أعور، وهذا تمهيد للمسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يأتي ومن صفاته أنه أعور. حتى أسمائه العسيمين واللحيدان والطحلان والشيطان والخسران واللحيدان والعسيمين ومباز ابن باز، لا أدري ومباز أو غيره، هؤلاء يضعفون هذه الأحاديث، ينكرون هذه المعاني السامية والراغية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يقول الفوزان: هذه الآية آية مغيدة، غيدها بهواه، غيدها باتباعه للشيطان، غيدها بجهله المركب. الباري تعالى جاب هذه الآية آية مطلقة، وليس هنالك مغيد أو نص يغيد هذه الآية: جاءوك في حياتك وبعد انتقالك. جاءوك أي النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. أتى هذا الأعرابي فقال: يا رسول الله، وعيت عن الله ووعينا عنك وكان فيما أنزل إليك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وأنشد هذا الرجل يقول: يا خير من دفنت بالغاية عظمه. ونحن نقول هذا إعرابي، والوهابية على منهج الإعراب، بل أشد غلظة من الإعراب. لا يسيدون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعظمونه. هذا قال على قدر معرفته، هذا إعرابي، لكن نحن نقول: يا خير من دفنت بالروضة جسده، يا خير من دفن بالروضة صلى الله عليه وسلم، من بعد ما في الروضة الضجعة، لأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم. أنشد هذا الإعرابي: يا خير من دفنت بالغاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لغبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني عليه السلام ما جرى الغلم.
ثم انصرف هذا الإعرابي. يقول الإمام العدبي: وقد كان مضطجعا في روضة النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ورؤيته حق كما ذكر الإمام البخاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للإمام العدبي: الحق بهذا الإعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. هذا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله، والأحاديث كثيرة. وأيضا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، الحديث الذي ذكره الإمام البخاري حديث الشفاعة، والأدلة كثيرة، ولكن هذا تبركنا به، فنحن نهنئكم ونهني الأمة بهذه المناسبة العظيمة المباركة، ومعنا علماء أجلاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرعاية، والله ورسوله عند الله.